يا صباح الفل على عينكم يا احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسلامه وكل سنه وانتم طيبين. بناء على طلب حضراتكم عايزين الكوبيبه على طريقه متغمر يا شمس. طبعا كنت قلت لكم قبل العيد احنا عندنا الكوبيبه بنعملها بطريقه مختلفه، فانتوا طلبتوا مني ايه، عايزين تعرفوا الطريقه. فان شاء الله النهارده هنعمل لكم كوبيبه على طريقتنا بتاعتنا احنا بتاعت متغمر، ونشوف ان شاء الله هعملها لكم بكل التفاصيل وكل الخطوات بالظبط، وان شاء الله تعملوها وجربوها وقولوا لي رايكم ايه. نبدأ الفيديو بتاعنا الأول ونقوله بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تنسيش الشير واللايك والاشتراك ودعوة من قلبكم. هندخل عند الطير الأول. طبعا الساعة دلوقتي 12، لسه صاحية من النوم. لأن أنا تعبانة اليومين دول ومرهقة جدا بصراحة من قبل العيد. ما قلت لكم امبارح في البث إن كنت بنزل كل يوم، فأنا بصراحة مرهقة، فبقوم الأيام دي براحتي. فقمت الساعة 12، قلت بقى ايه، فطرنا وخلاص وغسلت المواعين وظبطت كل اللي ورايا، ونعمل مع بعض الكوبيبة واقول لكم ازاي بالتفاصيل بالظبط ان شاء الله. وهنعمل كوبيبة مع بعض النهارده. فيلا بينا ندخل عند الفراخ نفطرهم الاول واوريكم الفراخ بتاعتي وصلت لحد فين. الناس اللي سألت وقالت الفراخ بتاعتك اللي كنت جايباها كتاكيت عملت ايه يا شمس. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الله اكبر. ادي يا جماعه الفراخ اهي. تمام، يعني كده نقول ايه، عدت الشهرين تقريبا، يعني عدت الشهرين. هي كانت قبل العيد طبعا زي ما انتم عارفين، قبل العيد ب5 ايام. وطبعا ايه كده عدت الشهرين اهو. انتوا عارفين لولا بقى ان احنا ايه في العيد، وانا بصراحه الفريزر بتاعي ربنا يصلح حاله كده. يوم الوقفة قبل الوقفة بيوم راح فاصل، معرفش ايه اللي فيه. فطبعا عندي التلاجة العادية الفريزر بتاعها مش كبير، فحتى فيها ايه اللحمة والحاجة. ما عنديش مكان، لو عندي مكان كنت دبحت دول بصراحة يعني. فمنتظرة بقى ايه اجيب حد يشوف لي الفريزر ماله ومصلحه بأمر الله. إيه، هدبحهم بصراحة يعني عشان انا تعبت. بس انا عايزة اقول لكم انا قبل العيد بكام يوم، باسبوع ذبحت منهم شويه، ذبحت منهم بتاع 6 فراخ او 7 فراخ. بصراحه بقى كنا صايمين، كنت محتاره نعمل اكل ايه. ذبحتهم، بس عايزه اقول لكم بصراحه طعمهم كان زي السكر، كان زي البلد يعتبر، حاشتهم كده زي الفل. بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم بقى؟ بصوا ما بصدق ان هم طبعا الجو حر، افتح الباب بيروحوا طالعين كده في المنور اهو. بصوا حط لهم الاكل، وبعد كده ايه ندخل نشوف هنعمل ايه النهارده بقى ايه، ونعمل لكم الوصفه بتاعت متغمر دي ان شاء الله تعجبكم. بصوا طبعا بقى ايه، هغير لهم الميه وخلاص على كده. بتحط لهم ايه يا شمس دلوقتي؟ والله بحط لهم بواقي البيت، اي اكل فايض مني بحطه لهم، وبجيب لهم كمان علف معاه، ودي شيشه وغله ورده. وبحط الرده لان الرده يا جماعه بتخلي طعم الطيور جميل بصراحه يعني. بان دي الرده بتعمل لهم بتخلي لحمهم كده احمر وجميل، لان الرده طبعا كلها بروتين. فان شاء الله ان شاء الله اصلح الفريزر بتاعي بعد العيد بامر الله. كنت قايله الراجل يجي يعمله، واول ما يصلحها هتبص تلاقيني كلهم دبحتهم كده وحطيتهم في الفريزر. بس انا اختبرتهم يعني انا بصراحه جربتهم في الذبيح بسم الله ما شاء الله. بس عايزين بقى ايه تنظيف، ميه ما تكونش مغليه قوي علشان جلدهم بيتصلغ بسرعه. فنضفت منهم شويه، بصراحه كان طعمهم زي السكر، العيال شكروا فيهم والله، كان عامل زي الحميد. يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا بقى ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه يكون عندك لحمه بلدي، لان هي بصراحه ما بتبقاش حلوه باللحمه اللي هي المجمده يا جماعه. عندك لحمه بلدي هتعملي كيلو رز، يبقى يعني ايه كيلو وربع رز، حط عليه نص لحمه. تمام كده. عايزه بقى تعملي مثلا اكتر، يبقى زودي كميه اللحمه. المهم كيلو وربع رز عليهم كام؟ عليهم نص كيلو لحمه. تمام. جنبهم عليهم كمان حزمة خضرة، كزبرة وتوم، 4 5 فصوص توم، وبصلاية حلوة كده ايه كبيرة. تمام.
هتفرميهم. طبعا هتفرمي بقى زي ما انت عايزه، تفرميهم في الكبه، في المكنه، الجزار جنبك هتفرمي عنده، يعني براحتك. المهم انا بقى ايه هعمل ايه، كيلو ونص رز. عملت كيلو، عملت 600 جرام لحمه. اهو بصوا، كيلو ونص رز عملت كام، 600 جرام لحمه. انا بقى عملت ايه، كيلو ونص رز، عملت كيلو الا ربع لحمه، على حسب ما انت عايزه بقى. ممكن انت تكتري حته تقللي حته براحتك. المهم يعني انا عملت كيلو ونص رز عليهم ايه، كيلو الا ربع لحمه. حطيت حزمه كزبره، وحطيت 4 فصوص توم وبصلايه، ووديتهم للجزار اللي جنبي فرمها له. بعد ما بفرمها بقى تحاولي انك انت ايه تدقها في الهون، او لو عندك كبه تعيد عليها كمان، بحيث ان هي تبقى بصوا تبقى ملبكه كده علشان تمسك الرز. اهي بصوا، تمام كده، تمام كده. ادي الرز بقى، انا كنت غسلاه من بدري من الصبح وحطاه في المصفى يصفى عشان يبقى ناشف. اهو بصوا، بصوا الرز، سامعين صوته؟ الرز يبقى ايه، ناشف. تمام. هنحط عليه بقى ايه، الخلطه بتاعتنا اللي احنا عاملينها اهو، كل حاجه بالتفاصيل اهو، ولا تزودي ولا تقللي. تحطي بقى الملح بتاعك زي ما انت عايزه. تمام كده. هنحط معلقه كمون، وهنحط معلقه فلفل اسمر. تمام كده. مش هنحط بهارات اكتر من كده يا جماعه، كده تمام. نمسكهم بقى ايه، خلي بالكم بقى ايه من الجلاليب، وانا مش من عادتي في البيت ان انا البس جلاليب بصراحه، يعني انا الجلاليب دي يمكن بقالها سنين عندي، فانا ايه طلعتها، كمهم واسع وما بحبهمش. تعالوا بينا بقى هنقلب ايه التقليبه الحلوه دي كده مع بعض. شايفين؟ ما بنفرمش الرز يا جماعه، عشان ايه ما حدش يقول لي ايه عملناه وطلع مش حلو او مش عاجبنا. ما بنفرمش الرز، خلي بالكم الرز الحبايه بحبايته زي ما هو ده احنا غسلناه ونشفناه يعتبر بس. تمام. واحده هتقول لي ينفع لحمه مجمده يا شمس؟ لا، هقول لك لا، ما ينفعش لحمه مجمده. ولو عايزه تعملي انت وراحتك، بس برده مش هتحسي بطعم الايه، الطعم الحلو بيبقى بالبلدي. عشان كده انتوا طلبتوه مني، انا قلت لكم عليه قبل العيد، وانتوا قلتوا لي اعمليه يا شمس، قلت لكم في العيد عشان يبقى عندي لحمه بلدي. طيب في ناس ممكن تستغنى عن نص كميه اللحمه. طب نحط ايه، تحطي صدر فرخه. لو انت جايبه فراخ عندك بقى صدر فرخه، او مثلا جايبه ربع بانيه، ممكن تزودي اللحمه، تزودي بربع ايه، تزودي يعني تحطي نص الكميه فراخ ونص الكميه لحمه. تمام كده. واهم حاجه يا جماعه اللحمه وانتوا بتفرموها حاولوا ان انتوا اللحمه تبقى حمراء، ما تعملوش لحمه ملبسه. ليه يا شمس؟ هقول لكم ليه. علشان يا جماعه لو انتوا عملتوا اللحمه اللي هي الملبسه هتخليه يفرط منك وهو في اللي بيستوي. طبعا لان السمين هيخليه يفرط. فاحنا نعمله ايه، لحمه حمراء يا جماعه، لحمه صافي. تمام كده. يعني ممكن تستغنى عن نص الكميه، تحطي نص فراخ ونص لحمه. طبعا الحله اللي على البوتاجاز دي حاطه فيها ايه بقى، عندي نص ماسوره وعندي لحمه، قلت اسويهم علشان الشوربه. اهم حاجه يا جماعه كمان لازم يبقى عندك شوربه، ما ينفعش نعمله بميه، عشان برضو ايه نبقى متفقين. عايزه تاكلي حاجه كويسه يبقى اعملي على المواصفات اللي انا بقولك عليها دي. دي بلدنا مشهوره بالكوبيبه اللي هي ايه، بالكوبيبه دي. لكن طبعا في كل بلد بيعملوا كوبيبه بطريقه مختلفه. يعني عندنا في مدغم، دي بلدنا احنا بتعمل بالكوبيبه دي، لكن البلد اللي جنبنا اللي هي مدغمر يعني تعتبر المركز بتاعنا، بيعملوها بطريقه تانية. بيفرموا الرز ويبططوها كده، تبقى قرص عامله زي ال زي القرصه. لكن احنا لا،
تابعوا معايا بقى الفيديو وحطوا لايكات كتير كتير كتير، صلوا على النبي، حطوا لايكات يا جماعه عشان الكوبيبه دي ان شاء الله تستاهل اللايكات الكتير. تقعدي تقلبي فيه كده، بصوا لحد ما تبصي، لحد ما تبصي ايه، تحسي ان هو اتمسك مع بعضه، يعني ان هو يقدر انك انت بقى ايه تشكليه. فكتر ما بتقلبي فيه كده بتخلي اللحمه ايه تمسك في الرز. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا ما بيبقاش عندي وقت ان انا اعمل الكوبه دي، لكن انا طبعا عشان قاعده في البيت اليومين دول فقلت ايه اعملها بصراحه، يعني إيه بيبقى جميل جدا. طيب نمسك بقى الكوبابه نعملها ازاي. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، تضغطي عليها كده، شايفين مسكت معاكي؟ بصي اهو بسم الله ما شاء الله اهو، على حسب بقى ما انت عايزه. في ناس بتكبره عن كده وفي ناس كمان بتصغره عن كده، بس هو كده في الوسط. امي بقى ربنا يعافيها ويديها الصحه يا رب، كانت دايما تحب تعمله وسط كده، جمديها جامد عشان ما تفكش منك. ركزوا معايا، ايه رايكم؟ اهو بصوا، شاطره يا شمس. حد بقى يكتب لي في الكومنتات شاطره يا شمس. وانا عايزاكم طبعا عندكم كلكم لحمه بلدي، مفيش كلام. عايزاكم بقى تاخدوا ايه لحمه كده من البلدي اللي عندكم دي، وانتوا قاعدين في العيد اعملوها وقولوا لي رايكم ايه. طبعا احنا عندنا اكلات كتيره مختلفه عن اسكندريه، ان شاء الله واحده واحده كده كل فتره كده هعمل لكم اكله يعني من اللي عندنا. يعني بصوا حاولوا ان انتوا تعملوهم مقاس واحد، ليه بقى؟ علشان كله يستوي بنفس السوا. انا متشكره جدا الناس اللي دخلت معايا في البث امبارح يا جماعه وكتبت لي الكومنتات الجميله، بجد بصراحه انتوا نورتوني وبتدوني طاقه ايجابيه جامده بصراحه، كتر خيركم ربنا يقويكم يا رب. بصوا اهو، الناس اللي بتقول لي في كومنت جالي بيقول لي إيه خليكي جريئه قدام الكاميرا، يعني واحده واحده عليا يا جماعه، لان انا من النوع يعني ايه ما كنتش بظهر قبل كده، فيعني لسه بادئه بظهر، فواحده واحده عليا ان شاء الله. الناس برضو اللي بتقول لي الاضاءه مش عاليه يا شمس، ظبطي الاضاءه ان شاء الله، احنا في فتره اجازه يا جماعه، الناس بس تنزل شغلها وهحاول ان انا بامر الله ايه هظبط الاضاءه. فسامحوني بقى لو الاضاءه يعني ايه مش باينه قوي، بالذات في المطبخ عندي اللمبه صغيره فالاضاءه مش عاليه. اهو بصوا كده بقى تعملي بقى تخلصي الكميه بتاعتك كلها زي ما انا بقول لك، زي ما انا ما بعمل كده اهو. بصوا عايزه اقول لكم ريحته وهو كده لسه ني، الخلطه دي جميله، ما بحبش احط بهارات يا جماعه اكتر من فلفل وكمون وملح، عايزه بقى تحطي تزودي براحتك، بس انتوا عشان لحمه بلدي ما تغيروش طعمها، ما بتغيرش طعمها، عشان ما تغيرش طعمها ما تحطيش بهارات من اللي هي 7 بهارات والكلام ده، الحاجات دي بتغير طعم الاكل. حاولي انك انت على قد ما تقدري تقللي من البهارات، يعني حاولي فلفل اسود علشان تحسي بطعم اللحمه في الحاجه. تجمدي كده على الكوبيبه، بصي عشان ما تفكش منك اجمدي عليها. خلص مع بعض بقى ايه، خلص الكميه وادي الشوربه ايه، عندي ماسوره ولحمه خليتهم انهم يستووا عشان الشوربه بتاعتها هنسوي فيها ايه الكوبيبه دي. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه دلوقتي 1 يا جماعه، وانا بصراحه ايه قايمه من النوم بقى متاخر، الايام دي بنام براحتي واقوم بدري، واقوم براحتي ما بقومش بدري، لان بصراحه عايزه اريح الفتره دي زي ما قلت لكم امبارح ان انا عندي ثانويه عامه، فعايزه اتفرغ لهم ان شاء الله، فربنا يعدها على خير. اخلص الفيديو وانزله لكم، ولو عايزين اي وصفه او عايزين اي حاجه برضو اكتبوا لي في الكومنتات يا جماعه، وانا ان شاء الله اي طلب انتوا تطلبوه بامر الله انا هنفذه لكم ان شاء الله. ادي الكوبيبه. خلاص يا ستي
روح ريح انت بقى، افصل، روح ريح على ما اخلصها. كده بقى ايه، خلصت الكميه كلها اهي يا جماعه. بصوا اهو، على قد ما تقدري تحاولي تخلي اللحمه بتاعتك تدقيها جامد في الهون، تخليها ملبكه عشان تمسك الرز. ادي كده بصوا، بسم الله ما شاء الله. كده خلصنا ايه الكميه كلها اهي. تمام، نعمل ايه بقى؟ ثواني، نجيب حله كبيره وعندي طبعا الشوربه غليت اهي. تمام كده اهي. طبعا ايه الشوربه غليانه، ناخد الشوربه بتاعت اللحمه كده. طبعا ايه انا ما خدتش الشوربه كلها، خدت حبه. طلع بقى ايه الطماطم بتاعت الشوربه دي، مش عايزه طماطم انا. تمام كده، هلاقي ان الشوربه عندي مش كتير عشان كده. بصوا الشوربه عندي مغليه، هوطي البوتاجاز علشان لما تحطي الكبيبه ما تفرطش منك. فحاولي ايه بعد كده ان الشوربه طالما مغليه وطي البوتاجاز وانت بتسقطي ايه الكبيبه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بصوا ماسكه نفسها اهي، واللي بيخليها ماسكه في نفسها كده يا جماعه زي ما قلت لكم ان ايه اللحمه دقناها كويس في الهون بعد ما فرمناها اهي. حاولي انك انت ايه ما تحطي، يعني حاولي انك انت بقى ايه تفردي كده، ما تحطيش الكبيبه كلها في مكان واحد. طبعا انتوا شطار في الحاجات دي، يعني ايه يعني بتطبخوا الحمد لله وعارفين الكلام ده. لو عندك حاجه حاسه ان هي مش ماسكه قوي وانت بتحطيها برضه بتنزليها في الشوربه، حاولي انك انت إيه تجمدي عليها شويه اه. تمام كده. اهو بصوا، قرب الكاميرا شويه. بصوا كده يا دوبك الشوربه على قد زي ما تكوني بتسوي الرز عادي. يعني انت شفتي ايه الرز بتحط شوربه او بتحط ميه قد ايه، نفس طبعا نفس برضو تسويه الكوبايه. تبداي بقى ايه على البوتاجاز بقى ايه براحتك. تمام كده، هنغطي عليها قيمة تلت ساعة، يعني على ما قد ما هي ايه ما تستوي، يعني 10 دقايق ونيجي نبص عليها و10 دقايق كده على ما انها ان هي ايه تستوي. تمام كده، هرجع لكم تاني واقول لكم بقى اللي حصل ايه. انا خلصت ايه شوية وفاضل الشوية دول. عايزة اقول لكم ان الشوية دول كانوا قعر الحلة، كانوا في القعر خالص. هعمل ايه بقى؟ إيه هحطهم في التلاجة على الرف يا جماعة. تمام، والخلطه اللي فاضله دي برضو هغطيها واشيلها على رف التلاجة، بحيث ايه بقى اللي عايز ياكل بعمل له بقلي منه اول باول عشان يبقى سخن. يعني ممكن يقعد لتاني يوم على الرف مفيش مشكله. بدل ما تقدميه ساقع لا كده بقى ايه هتقدميه سخن، لان هو بصراحه الكوبيبه ما بتتاكلش غير سخنه. فاحنا هنشيل دول نبقى نقلي بيهم اول باول. وفاضل بقى ايه اللي في الطاسه دول بقى ايه هطلعهم كده وخلاص. تعالوا بينا بقى بعد ما خلصت عملته لكم بقى إيه قلت بقى اعمله لكم بقى تشكيله وشكلته وظبطته بحيث ان ايه
ايه رايكم؟ صلوا على النبي بقى، حطوا لايكات كتير كتير. بصوا بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تفتح النفس. حبه بقى طرنشات، جزر على حبه خيار على فلفل، وتخلي بقى الشكل الطبق زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا الجمال. بصوا، طلعي بقى الواحده كده. بصوا طلعي منه كده زي الحمام، شايفين؟ اه بصوا. عايزه اقول لك بقى ايه، خرافه. بصوا من جوه، طبعا كل ده مستوي. بسم الله ما شاء الله. الله على الجمال. الله. وريحه اللحمه جميله، الله ينور. جربوا بقى الوصفه دي وقولوا لي رايكم ايه. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص النهارده. بحبكم في الله، دمتم في رعايه الله. ما تنسوش بقى الشير واللايك والاشتراك. مع السلامه، كل سنه وانتم طيبين.